اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. نبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه. النهاردة هنعمل احلى قراقيش بالعجوة. زي ما انتم شايفين حطينا كيس خميرة وحوالي معلقة بيكنج باودر وذرة ملح زي ما انتم شايفين، وحوالي اللهم صل على النبي حوالي كم معلقة سكر. وهنحط حوالي 4 معالق سمسم عليهم. انا هكتب لكم المقادير من تحت. زي ما انتم شايفين 4 معالق سكر رميين. ده حوالي زي ما انتم شايفين ربع كيلو سمنة هنعمل بس بيها العجينة. زي ما انتم شايفين كده هنبس بيها العجينة بس حلوة كده. طبعا احنا محطناش الكمية كلها لان هنخلي منها كمية ندهن منها الصواني. زي ما انتم شايفين كده قد ايه قراقيش بالعجوة. طبعا هنبسها بس حلوة كده، وبعد كده هنحط عليها المية. احنا هنعجن بمية مش هنعجن بلبن طبعا، لان دي قراقيش ما ينفعش تتعجن باللبن، لان هتبقى لو كده هتبقى طرية. احنا عايزينها مقرمشة وفي نفس الوقت مهرولة كده وهشة وحلوة. زي ما انتم شايفين كده هنعجن بالمية. طبعا ما نحطش كمية مية كتير، على حسب طلب العجينة دي، على حسب نوع الدقيق. طبعا دي زي ما قلت لكم برضو الدقيق ده قمح عادي، مش دقيق مخبوزات ولا حاجة، ده دقيق قمح عادي. طبعا زي ما انتم شايفين هنحط على حسب ما الكمية عايزة. احنا مش هنعاير، هنحط على حسب الدقيق ما هيبقى يطلب المية. زي ما انتم شايفين عجنا كده العجينة خلاص. ونلمها لمة حلوة كده ونقلبها ونسيبها لما تختمر. هنغطيها ونسيبها تختمر حوالي ربع ساعة، مش هنخليها اكتر من كده. طبعا زي ما انتم شايفين العجوة معمولة معدونة وجاهزة. كده خلاص العجينة خمرت. هنحطها هنقطع منها وزي ما انت هتشوفوا هنفرد وبعد ما نفرد نحط العجوة في قلبها ونعملها نلفها تاني ونعملها زي الرول كده. وبعد كده زي ما انتم شايفين هنسويها يعني نفسها، هنحط في قلبها العجوة وبعد كده نلمها يعني طريقة سهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين ده العجوة اهي طرية وحلوة. طبعا العجوة دي احنا مشترينها شرا، ما عاملينهاش ولا حاجة شرا. تروح عند الشغل العطارين تقولوا احنا عايزين قالب عجوة هيديكوا. قالب العجوة عامل النهاردة 36 جنيه. يعني احنا بنشتري قلب العجوة ب36 جنيه صحي. طبعا زي ما شفتوا حطينا العجوة فيها وقفلناها وخلينا التقفيلة من تحت مش من فوق. لازم تخلي التكفيلة من تحت، لان لو خليتيها من فوق هتفتح معاكي او هتبقى باينة مع علامة مع الخبيز هتبقى باينة من فوق. لكن لازم تخلي تقفيلة العجينة من تحت قوم ما تبانش معاكي. زي ما انتم شايفين كده قطعنا العجوة زي ما انتم شايفين كده، وهنستفها في الصواني. طبعا دي اول صينية. زي ما انتم شايفين. بس يا جماعة احنا هنقعد نشتغل والنور هيقطع، يعني النور هيقطع واحنا شغالين، فمعلش هنشتغل كده. فاحنا يعني النور اول ما قطع اضطرينا طلعنا برا، يعني احنا اضطرينا طلعنا برا ما عدناش جوه. يعني اول ما النور قطع كده، النور بيقطع حوالي يعني ساعتين او ساعتين ونص بالنهار. فاحنا كان الاول بيقطع بالليل، الوقت بيقطع بالنهار. يعني طلع قرار ان هو بيقطع بالنهار عشان خاطر الدراسة وكده، عشان الطلبة اللي هتمتحن. ربنا ينجحهم كده يا رب، ينجح اولادنا واولادكم واولاد جميع المسلمين وجميع الطلبة، يا اللهم امين يا رب العالمين.
ويخلي لكم اولادكم ويخلي اولادنا ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده ادينا حطينا العجوة نقفلها كده. انا قلت لكم هنقفلها ونخلي التقفيله من تحت مش من فوق زي ما انتوا هتشوفوا كده، يعني التقفيله لازم تبقى من تحت، متخليهاش من فوق، التقفيله مش هتنفع. هنا يا جماعه العجوه عشان انا بقطع الحفان بتاعت العجينه وبرجع اعملها تاني مع العجين، فتحس ان العجوه قاعده، يعني العجوه دي من العجينه اللي انا قطعتها من الطرف. زي ما انتم شايفين كده بنقطع العجينه. معلش يا جماعة عشان انا تعبانة كده شوية، عندي صداع وتعبانة، فهي صوتي مغير، معلش. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، يعني هنقطع العجين كده ونفرده بنفس الطريقة. طبعا هنا انا طلعت بره بالعجين لان النور قطع، احنا طلعنا بره في النور، في نور ربنا كده قم نعرف نصور ونشتغل. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه على الصينيه، فما عرفاش اخد راحتي لان الطبليه بالصينيه بتتحرك على الطبليه. انا كنت هعمل على الطبليه، اولادي قالوا لا ما تعمليش على الطبليه، اعمل على الصينيه، الصينيه احسن من الطبليه، فانا ديني بشتغل على الصينيه. العلم الطبليه هتريحنا اكتر من الصينيه والله. زي ما انتم شايفين كده هنفرد، ادينا برمناها وبعد كده هنفردها. بعد ما نفردها نحط لازم تفرديها كده خالص على اساس تبقى رقيقه متبقاش تخينه، وبعد كده تجيب العدوة وتبرميه وتحطيها في قلبها زي ما انت هتشوفوا كده. طبعا هنبرم العجينة زي ما انتم شايفين كده ونحطها. طبعا قطعت هنجيب حتة تاني ونحطها برضه فيها كده. لازم تحط الكمية كده كويسة عشان تبقى مالية القطعة اللي هي فيها العجوة في قلبها من جوه. زي ما انتم شايفين كده نقفلها برضه. بعد ما نقفلها هنعمل بنفس الطريقة برضه، هنخلي التكفيلة دي من تحت مش من فوق. بصوا انا بلمها بعضيها، بسويها ببعضيها وبعد كده بعملها بقلبها عشان مش هينفع ان هي تتعامل على الناحية اللي هي كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهي طريقة سهلة وبسيطة وسهلة خالص، مش ومفيش تكلفة، ما تكلفكيش حاجة، يعني تكلفة بسيطة. بصوا زي ما انتم شايفين كده. ينفعوا في يعني اللي عايز يفطر الصبح بيه بكوباية شاي بكوباية لبن، بالليل واحنا قاعدين سهرانين كده بيسمعوا التلفزيون يفطر ياخدوا الواحد رقشتين كده بكوباية شاي. كمان اولادك وهي رايحة المدرسة الصبح ممكن تدي الواحد 2 3 كده ياكلهم بيهم بلح العجوة. البلح العجوة ده مفيد خالص، ومفيد اكتر للاطفال والاولاد الصغيرة. زي ما انتم شايفين كده، يعني احنا هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. شفتوا العجينة اللي احنا عملناها هنعمل بها صينيتين كبار كده. زي ما انتم شايفين هنفرمها برضه كده، وبعد ما نفرمها كده ونفردها هنفردها كده بايدنا ونحط فيها برضه العجوة زي ما انتم شايفين. طريقة مفيش اسهل منها خالص، يعني مش صعبة ولا حاجة، هتعمليها تبقى حلوة لأولادك أحسن من شراها. يعني شوف هتشتري الكيلو القراقيش من بره بكام وتكلفته كام. زي ما انتم شايفين
يعني احنا هنعمل كمية حوالي يطلع لها 3 كيلو 4 كيلو. شوف الكيلو انت بتشتريه بكام من برا يعني، وتكلفة بسيطة يعني. حسبة زي ما انت شفتوا معايا كيس خميرة، معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، حوالي 4 معالق سكر كبار، حوالي ربع كيلو سمن هنحطوش كله يعني، او كوباية سمن كبيرة زي ما انت شفتوها. يعني هنحط حوالي نصها، والنص التاني هندهن منه، والباقي هنشيله طبعا لان احنا محطناش الكمية كلها. والله العظيم كان هو هتشوفوه مهرول وحلو وهش ومحملش حاجة. يعني والله العظيم احسن من اللي انت بتشتروه من المخابز. يعني الواحد شوف هيشتري العجوة بكام، كيلو العجوة بكام من برا. يعني تكلفة، شوفوا تكلفة برا وشوفوا تكلفة البيت اللي هتعمليه. يعني ما ياخدش معاك حاجة. انا خد من معايا حوالي ساعة بالظبط. انا حسبته، عجنته وقطعته وبرمته وحشيته وحطيته في الفرن. خد معايا حوالي يعني ساعة ونص، لان انا خليت العجينة ربع ساعة مغطاية لما اختمرت. ليه انا خليتها اختمرت؟ اللي عشان خاطر ان انا مش هخلي عبيت ما اخلص ال يعني القطيع اروح حطها على الفرن على طول، لان الجراجيش ما بتخمرش، ما خلاش تخمر. احطها على طول في الفرن. انا خليت العجينه خمرت في البتاع زي ما شفتوا، غطيتها وخليتها خمرت. بصوا زي ما انتم شايفين. انا بعمل معاكم وبوريكم من اول الفيديو لاخر، لان ناس كتير قالت لي انت بتصور واحده والتانية وخلاص على كده. انا والله بوريكم اهو. يعني انا جربت اخلص العجينه، وانا بوريكم بعمل بالراحه، ما بسرعش الفيديو ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده بوريكم من اول العجن لحد ايه الفرد والقطيع وكل حاجه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بشيل الطرف اللي هو في الجنب ده، لان ايه بيبقى ما وصلوش عجوه كتير، فايه بشيله وبعجنه تاني. زي ما انتم شايفين القطعه الصغيره دي ما فيهاش وصلهاش عجوه، فانا بشيلها خالص وايه بركنها على العجين، وبرجع اعجنها تاني مع العجين وايه. وزي ما انتم شايفين بفردها، احط لها عجوه تاني وافردها واظبطها برضي. ولازم زي ما قلت لكم لما تقفلوا العجينه لازم تبقى التكفيله من تحت مش من فوق. ليه؟ لان التكفيله لو سبتوها من فوق هتبقى باينه في العجين. هوريكم احنا خلاص هنقرب خلصنا الكميه كده. زي ما انتم شايفين دي الكميه كلها. زي ما قلت لكم العجينه دي طبعا ان انا شلت العجوه فباينه الكميه كلها اهي. طبعا هناخدها على طول على الفرن، مش هنخليها زي ما انتم شايفين اهو. هنحط في الفرن، مش هنخليها تستنى تخمر ولا اي حاجه، لان القراقيش ما بتخمرش يا جماعه. يعني مش في ناس بتقول بتخمر، لا القراقيش ما بتخمرش، لازم تاخديها على الفرن على طول. لان احنا خمرنا العجينه في ايه في البوله اللي احنا عجنا فيها، فمش هينفع انك انت تخمري القراقيش تاني. طبعا نحطهم في الفرن، هياخدوا حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة في الفرن. من ربع ساعة لتلت ساعة، مش هياخد اكتر من كده. زي ما انتم شايفين اهو، ما خدش وقت والله العظيم. طبعا انا معلياش النار خالص عشان ايه ما يتحرقش. بهدي النار، لازم النار تبقى هادية وعلى نار هادية في تحت وفوق، يبقى ايه حلو معاكي. زي ما انت شايفة دي طبعا ايه حمرت شوية لان كانت جنب العين العالية. زي ما انت شايفين اهو طول العجوة بطول القرقوشة زي ما انت شايفين اهي. هكسرها وهوريها لكم. هو طبعا سخن مولع، يلا نطلعها من الفرن. فطبعا ايه مش قادرة ايه ان انا ايه امسكه لانه سخن. زي ما انتم شايفين بصوا مولع والله العظيم، سخن مولع لسه مطلعاه من الفرن على طول. انا هكسر لكم واحدة بس وهوريها لكم العجوة فيها. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا اهي
شوفوا هشة كيف في قلبها، والله العظيم طعمها كان خطير، والهنا والشفا لكل اللي كل منها. ونوصل لحد هنا يحط اللايك ويشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.